برج الحوت عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. هنتكلم النهاردة عن أهم توقعات الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2026، تحديدا من يوم 24 لحد 28. أنا كنت اتكلمت قبل كده عن يوم 23 و 22 وقلت إن القمر كان في الطور، وده كان مديكم طاقة حلوة جدا، حضور قوي، لباقة في الكلام، وقدرة إنكم تفهموا اللي قدامكم من نظرة وتقروا الشخص اللي واقف قدامكم بسهولة. الحتة دي عند الحوت مميزة جدا، انك بتحس بالناس وتفهمهم حتى لو ما تكلموش. نخش بقى على ايام 24 و25. القمر هنا في البيت الرابع في الجوزاء، ومع وجود عطارد عندكم يبقى التركيز الأكبر على البيت والعيلة. خلي بالك من الجدل العائلي يا حوت، ممكن يحصل نقاشات كتير، كلام يتاخد ويترد، حد يحاول يضغط عليك أو يستفزك. انت في الفترة دي بتحاول تثبت وجهة نظرك، توصل لحقك، تبرر موقفك، بس أهم حاجة ما تخرجش عن هدوءك. في ناس ممكن تجادلك لحد ما تستفزك، خصوصا لو الشخص ده من برج القوس، فخليك أهدى وأذكى. كمان اليومين دول مهمين في موضوع العقود والأوراق والتوقيعات. أي ورقة تمضيها قراها كويس جدا، وما تستعجلش حتى لو الموضوع باين إنه بسيط. خد وقتك يا حوت. نيجي بقى اليوم 26 و27. هنا عطارد بيبدأ يتراجع عندك من مساء 25، لكن هنعتبر التأثير من 26. التراجع ده بيخليك تبص لنفسك أكتر. الشمس عندك، عطارد عندك، والزهرة كمان عندك، فطاقة الكواكب ديت قوية جدا عليك. الزهرة بتديك دعم عاطفي وجاذبية، لكن عطارد المتراجع بيخليك تراجع حساباتك. البيت الخامس مفعل عندك، وده بيت المشاعر والأولاد والبدايات. أي خلاف عائلي حصل قبل كده وارد جدا إنه يتحل. الحوت بطبيعته ممكن يزعل ويقول خلاص مش هكلمهم تاني، ويقعد يومين متضايق، وبعدين كلمة حلوة ترجع كل حاجة زي الأول. ودي على فكرة علامة العيلة الطيبة اللي ممكن تختلف وترجع أقوى. عندك كمان مصالحات يا حوت، أجواء دافية، لمة حلوة مع الأهل، ووقت جميل مع الأولاد. وكمان في طاقة لبدايات جديدة، مشروع، فكرة استثمار، مكسب مالي، فلوس راجعة، حق بيرجع لك، يخليك تحس إن الدنيا بدأت تظبط. مهنيا بقى في الأسبوع ده مهم جدا جدا ليك يا حوت. انت بتدور على الاستقرار، عايز توصل لمكان أعلى، عايز ترتقي، عايز تثبت نفسك. مع تراجع عطارد بتبدأ تعمل جرد شامل، تراجع حساباتك وشغلك وعلاقاتك المهنية، مين واقف جنبك فعلا ومين مقصر، مين بيلعب في الدرع. لو في تلاعب هينكشف، ولو انت قصرت في حاجة هتضطر انك تصلحها. كأنك كده بتراجع طاقتك. هل اقدر اشتغل اكتر؟ هل اقدر اطور من نفسي؟ اتعلم حاجة جديدة؟ هل هقدر ازود من دخلي؟ دي فترة تقييم شامل يا حوت، وده في صالحك جدا. أما قانونيا وقضائيا، فلو عندك قضية أو مشكلة قانونية، الفترة دي فيها عدل. الكذب ما بيدومش، والظلم نهايته معروفة. لو انت صاحب حق عندك نصر واضح، ولو حد ظلمك هتشوف بعينك ازاي الدنيا دي بتلف. يمكن تسمع خبر عن شخص أذاك قبل كده وتكتشف انه وقع في نفس الحاجة. ربنا ما بيسيبش حق حد. اما بقى ماليا، في تفكير قوي جدا في المكاسب، بتدور على الاستثمار، تجارة، دخل إضافي، عندك رغبة إن أنت تكبر وتوسع. عاطفيا بقى هنا الزهرة عاملة شغل جميل جدا، عندك حب لنفسك، اهتمام بمظهرك وطلتك وشكلك. الحوت بطبيعته جذاب، خاصة الست الحوت دايما عندها كده لمسة مختلفة، ذوق خاص، عندها ستايل كده بيميزها. الفترة دي حتى لو كنت مهمل لنفسك شوية، هتفوق وتبدأ تهتم بنفسك أكتر، وده هيزود جاذبيتك. أما بقى لو كنت مش مرتبط، اهتمامك بقى بنفسك هيخلي الناس تلاحظك أكتر. في اختلاف واضح في طاقتك يخلي اللي حواليك يبصوا عليك بشكل مختلف. أما لو كنت مرتبط فالعلاقة مستقرة وحلوة، لكن ممكن تلاحظ غيرة من الطرف التاني بسبب جاذبيتك العالية دي. لو كنت بقى منفصل فالماضي ممكن يحاول يرجع، بس بلاش تستفز، بلاش تلعب على وتر الغيرة. انت مش محتاج تعمل كده، لأنك أصلا ملفت. أي تصرف غلط ممكن يقلل من جاذبيتك بدل ما يزيدها. في المجمل كده يا حوت، الأسبوع الأخير من فبراير فيه مراجعة، تصالح، مكاسب،
عدل وجاذبية عالية. أهم حاجة تحافظ على هدوءك في النقاشات وتستغل طاقة البدايات لصالحك. بتمنى لكم أيام حلوة وفرحة على قد قلوبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. ودلوقتي هقول لكم باي باي.